وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. انا لا عايزاكم تتفاجئوا ولا تتضايقوا ولا تتصدموا، ولا انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا متاكده ان بعد الفيديو ده كل حد كان لسه بيفكر يشترك هيشترك في القناه. كل حد ما كانش بيحط لايك هو هيحط لايك على طول من نفسه كده، وكمان هينزل يسقف لي في الكومنتات يقول لي برافو عليك يا ساره. ايه يا بنتي كل ده مالك داخل علينا بقلب جامد كده؟ ايوه، اصل يا جماعه الفيديو ده غير اي فيديو عملته من اول ما بدأت على اليوتيوب. انا جايه النهارده وجايبه لكم معايا براءة اختراع، هروح اسجلها كده، واللي هسمعها بتقول لي لا يا ماما ده انا شفتها في مكان قبل كده. لا 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 لا، سيبك بقى من الكلام ده. انتوا عارفين يعني ايه براءة اختراع؟ يعني بعد تفكير وسهر ليالي وأيام بفكر في طريقة أرتاح بقى من موضوع المخدات اللي مطلع عيني وقرفني في عيشتي ده، أخيرا وصلت للحل اللي هيريحنا يا بنات. فسقفة بقى وتشجيع كده، وكل واحدة كانت بتشيل هم ازاي تغسل المخدات ومخداتها زي حالاتي كده طالع عنها. حبيبة قلبي انتي في المكان الصح، النهاردة هحللك المشكلة ومش هتطلعي من الفيديو ده غير وانتي واصلة النتيجة. انا همشي معاكي في الخطوات لحد الاخر وهتشوفي النتيجة بعينك. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، انا المخدات عندي كانت في حالة يرثى لها بالمعنى الحرفي للكلمة، اظن انتوا شايفين. ف في شقتي القديمة كان الحل ان انا بملى البانيو، احط فيه بقى كلوروكس الوان كده، واحط شويه مسحوق اللي هو بتاع الغسيل ده، وميه سخنه، وكنت بنقع فيها المخدات والخداديات اللي عندي كلها، اسيبها منقوعه وافضل بقى ادعك فيها لحد ما تبقى زي الفل، واشيلها على اسيبها تصفي ميتها وطلعها في الهواء كده تتهوى لحد ما تنشف. والموضوع ده كان زي الفل معايا وتمام، ومش عايزه اقول لكم الحاجه كانت بتبقى ريحتها عامله ازاي. المهم، بعد ما جيت الشقه الجديده بتاعتي دي ما عنديش بانيو. فانا من زمان ما بحبش احط المخدات اصلا في الغساله، لان اولا انا بخاف الفايبر اللي فيها يكلكع، ثانيا انا غسالتي صغيره، فالغساله الصغيره لو اخدت هتاخد هي مخده واحده، فعشان اغسل المخدات انا عايزالي 6 7 غسلات عشان اغسل بس المخدات بتاعه البيت. ومش دي المشكله، المشكله الاكبر من كده كمان ان انا خايفه على الغساله، لان انا الغسالة ممكن تعرفين الفايبر ده بعد ما بيشرب مية بيتقل، فكنت خايفة جدا انها تأثر على الحلة بتاعة الغسالة او على الغسالة عموما. فعايزة اقول لكم ان انا بجد والله مش بهزر، بقالي فترة الموضوع ده انا مركزة فيه لدرجة مش طبيعية، عمالة ليل ونهار اجيبها يمين شمال افكر، لدرجة ان انا في الاخر اللي وصلت له ان انا هوديها دراي كلين او مغسلة يغسلوها فيها. وبعدين قعدت فكرت كده شوية وقلت ايه، طب ما انا ممكن افك المخدة واطلع الفايبر. خلي بالكم يا بنات، انا ما اعرفش ان كمان الفايبر اللي جوه ده قطعة واحدة، انا فاكرة الفايبر اللي جوه ده قطن كده مضغوط مع بعضه يعني. فقلت خلاص انا هطلعه احطه في كيس، حتى انتوا لو خدتوا بالكم في اول الفيديو هتقولي كنت جايبة معايا شنط كبيرة كده علشان افضي اصلا المخدات فيها. انا اتفاجئت ان المخدات رول واحد اصلا على بعضه. ففكيتها زي ما شفتوا كده، وقلت بلاش افكها من قدام، حتى انا شاورت لكم قلت افكها من النص. ليه؟ لان الجزء اللي في النص ده حتى لو شكله ما بقاش احلى حاجه، هو كده كده هيبقى متغطي جوه الكيس بتاع المخده يعني. فقلت في كل الاحوال حتى لو ما عرفتش اخيطها حلو كده كده هتبقى متداريه مش مشكله يعني. وقلت انا اخد الخطوه ومش خسرانه حاجه يعني، حتى ايه اللي هيحصل يوم ما الكيس المخده هيبوظ يعني، هفصل واحد تاني مش مشكله. بس انتوا مش متخيلين الموضوع كان فارق معايا ومضايقني وقرفني في عيشتي لدرجة ايه. المهم فكيت يا بنت الاكياس، والحمد لله الموضوع كان سهل جدا وانا بفكها.
طلعت منها الفايبر واخدت الفايبر حطيته في الشمس اتشمس. انا مش عايزه اقول لكم اخد كميه شمس مش طبيعيه. لو انتي بقى هتعملي الخطوه دي ابدأي. يعني انا عايزه اقول لكم دخلت بقى على اوضه البنات الدخله الجميله دي، بما اننا اصلا داخلين على امتحانات وهيبقى في اسبوع شده كده وبتاع، فحبيت ان كمان اوضتهم تبقى نظيفه ومتروقه، عشان دايما النظافه بتفتح النفس على كل حاجه، على المذاكره وعلى كل حاجه. فقلت نظافه بنظافه، وريت لكم الشباك من شويه انا برضو لمحته كده بس اوف كاميرا بقى، ما رضيتش ان انا ايه اصور معاكم تفاصيل احنا اتكلمنا فيها كتير اصلا قبل كده وعملناها مع بعض كتير. فنظفته كده تنظيفه سريعه وبقى بصوا بيلمع بجد يعني. وبعدين اخدت بقى يا بنات الفايبر اللي هو بتاع المخدات ده، حطيته. انا عندي الصبح بتبقى الشمس ماليه الجزء بتاع السفرة ده، مش عايزه اقول لكم هم اتشمسوا كل شويه بقى اروح اقلب المخدات على الناحيه التانية. وقبل ما ابدا في الاوضه انا لميت اصلا الملايات والاكياس بتاعه المخدات وكل حاجه، وشغلت اصلا الغساله قبل ما ابدا خالص في التنظيف، بحيث انها تاخد وقتها. وكده كده اصلا الاكياس دي مش هتاخد وقت على في الشمس، لان ما شاء الله الشمس كانت حلوه والجو فيه برضو هوا، فما اخدش ساعه اصلا على الحبل وكنت خلاص مظبطه الدنيا. وانا في الفيديو ده هوريكم بعد ما اتغسل وكنت شايله هم تركيبه. انا عايزه اقول لكم والله يا بنات الموضوع ولا اسهل. ولو انتي بجد يعني شايله هم موضوع تنظيف المخدات ده جربي الموضوع ده. لا انا فرحانه فخوره بنفسي ان انا عملت كده. عايزه اقول لكم بقى ان انا الفايبر كمان حطيته تشمس كده، حاسه عارفين بقيت النوم على المخدات حاجه تانية، يعني حاسه ان انا كنت مفتقده النوم عليهم كده. فانتي بقى يا شطورة لو برضو بتفكري تعملي كده، أول ما ولادك ينزلوا المدرسة ادخلي على الأوضة على طول، شيلي المخدات زي ما انا عملت. الموضوع مش هياخد منك 5 دقايق اصلا، هتكوني فكاهم بالمقص كده وبس من مكان متداري، علشان لما تيجي تخيطي حتى لو انت زي كده اي كلام في الخياطه مش شاطره قوي، هتلاقي نفسك الحاجه اصلا كده كده هو هيتدرى في كيس المخده، فمش مش فارق معاكي يعني انت هتخيطي ازاي. وبعدين طلعي بقى الفايبر، سواء هو هيطلع قطعة واحدة أو قطع، عارفة بقى هو لو طلع من شرور واحد زي عندي كده، لو انت عندك يعني هو فايبر مضغوط، هتجيبي أي ملاية عندك وفرشيها عندك على الأرض تحت شباك أو تحت بلكونة أو جوه البلكونة لو مفيش هوا جامد يكون فيها شمس كده، افرشي بقى عليها الفايبر وسيبيه يتشمس بجد يا بنات. ده كأنك بتعملي لها تنجيد من جديد. يعني انا حاسه ان انا مش بس غسلتهم، ده انا نجدتهم كمان، وحاسه ان ده احلى كتير من اني كنت اغسل الفايبر يعني جواها. بالعكس انا ببقى شايفه الموضوع ده مش صحي قوي يعني. فشايفه ان كده الفايبر اتشمس كده وبصوا لا يعني تجربه خطيره. عايزه اقول لكم يا بنات ان بجد الفتره دي من اكتر الحاجات اللي يعني نفعاني في وقت الدراسه في الضغطه اللي احنا فيها ده، هو ان انا ملتزمه بالروتين فوق ما تتخيلوا. وانا جاي في الفيديو ده اقول لكم يا بنات ان بجد الالتزام بالروتين هيخلي بجد بيتك دايما نظيف، والله ما هزار ولا كلام. هيخليكي في عز ما انت بجد يعني مضغوطه او عندك حاجه، مجرد ما تدخلي في المكان 10 دقايق المكان هيبقى زي الفل. فانا منزله لكم فيديو كامل بشرح فيه الروتين يا بنات، وفيديوهات تانية مطبقين فيها الروتين مع بعض كتير جدا. بجد جربوا الجدول بتاع الروتين اللي انا عاملاه للبيت ده. وزي ما قلت لكم قبل كده ما تاخدوش الجدول يعني كوبي، لا انتوا خدوه وفصلوه على قد تفاصيل يومكم وحياتكم. الحاجه اللي تناسبك تمام، الحاجه اللي مش مناسباكي عدلي فيها زي ما يناسبك. انتوا مش متخيلين الموضوع سهل، وهتلاقي عندك مهام بسيطة. وفكرة انك تبقي قايمة من النوم اصلا انت مرتبة نفسك وعارفة انت وراكي ايه النهاردة وعندك ايه اللي هيتعمل النهاردة، ده احلى مليون مرة من انك تبقي قايمة اصلا من النوم سايبة البيت ياخدك من هنا لهنا، وتفتحي في الأوضة هنا تعملي حاجة تلاقي نفسك لا ما خلصش الغدا فاسيب الحاجة اللي في ايدي واروح اعمل الغدا، فتلاقي نفسك عمالة لا مش يعني انت مش منظمه، مش ماشيه بطريقه منظمه. لكن مجرد ان انت قايمه من النوم النهارده عارفه ان انا هدخل الاوضه عندي ساعه هدخل مثلا اظبط فيها الاوضه، هطلع اعمل بعد كده الغدا عندي، بعد كده مثلا مشوار هودي ولادي تمرين، انت منظمه اليوم. وفكره انك مقسمه مهام يومك ومهام بيتك
كمان انت مقسماها على اسبوع، على شهر، على المهم انت يعني الطريقه اللي ماشيه بيها. الفكره دي لوحدها كفيله انها تظبط لك يومك وتخليه 48 ساعه مش 24 ساعه بس. والله يا بنات، وعن تجربه فعلا يعني. انا ايام ما كنت بمشي كده بالبركه واقوم كل يوم اعمل لي حاجه في البيت، كنت بحس ان انا تايهه، ومهما انظف البيت ما بينضفش. من اول ما بقى عندي روتين انا ماشيه عليه في البيت، قد ايه الدنيا ظبطت معايا جدا واتنظمت، وبقى طول الوقت البيت بجد نظيف. كنت حابة يا بنات ان انا ارد على كومنت جالي من بنوتة زي القمر وانا بحبها وبموت فيها. كانت بتسألني سؤال، ان دايما الام اللي معاها طفل صغير هي بتبقى يعني صعب انها تلتزم بروتين، صعب انها يبقى لها اصلا في يومها جدول او روتين ماشيه عليه. وعايزه اقول لكم يا بنات ان ربنا يكون في عون كل ام معاها طفل صغير. هي كانت بتسالني عموما، يعني انا ايام ما كانوا ولادي صغيرين كنت ازاي ماشيه الدنيا وماشيه البيت وكده. طيب انا هتكلم معاكم في حاجه واحده بس. هو انت لو عندك بيبي صغير بجد انت مش ملزمة بأي حاجة في البيت. انت مش ملزمة انك حتى الأكل، انت مش ملزمة انك تعملي أكل. والله العظيم يا بنات ما بقول لكم أي كلام. انا عايزه بس افهمكم ان انت مجرد ان انت معاكي بيبي ده، انت ربنا يكون في عونك، لانك عندك نوم مش مظبوط. دي لوحدها كفايه انها تقلب يومك اصلا. في ناس تانية كمان بتشتغل حبايبي ربنا يعينهم مع وجود بيبي صغير في الموضوع، اللي هي يا دوب بتلحق يومها بالعافيه. فانت والله كتر الف خيرك ان انت لو بس بتقدري تقومي تعملي غدا مع وجود بيبي كل شويه يعيط وكل شويه تطفي على الاكل وتروحي ترضعيه، ولا تروحي تنيميه، ولا تسكتيه وترجعي تكملي اكلك تاني. لا الموضوع صعب عشان اقول لك بقى بعد كده لا نظمي يومك واعملي جدول. لا انت بصي، الحاجه اللي تقدري تعمليها اعمليها، ويا ريت تبقى الاولويات. يعني دايما دوري على الاولويات قوي. اولوياتك انك وانت واقفه بتعملي الغدا، يا سلام لو تبقي شاطره كده وتخليه غدا يومين، يعني تعملي الغدا يكفيكي يومين. ولازم لازم التكنيك ده اللي تمشي بيه في حياتك، ان انت اوعي تعملي غدا اليوم. بالعكس، يعني وانت واقفه بتعملي بسله، بتعملي التسبيكه بتاعت البسله، زودي في التسبيكه دي خليها بسله وباميه. يعني في حله تانية كده نقصي بقى التسبيكه دي، بعد ما تعمليها في حله تانية سوي باميه معاها وبقت اكله واكله. او اعملي البسله على يعني كميه تكفي مرتين، اقسميها على مرتين. ولازم يبقى كل اللي في البيت عارف ان ده يعني وضع طبيعي للفترة اللي احنا فيها دي. لان انت مش هتقدري ان انت تبقي كل يوم بتعملي اكل وبتنظفي البيت وبتعملي الكلام ده. اليوم بقى اللي انت مش هيبقى عندك فيه غدا ده، او عندك اكل لتاني يوم، ده لو تقدري والبيبي نايم كده ان انت تقومي تعملي حاجة في البيت بسرعة. بابا جه من الشغل مثلا، لو ينفع تسيبيه معاه ساعة تقومي تلمي حاجة، تعملي حاجة وراكي. لكن ان اقول لك انك هتبقي شايله الدنيا كلها لوحدك، لا والله، وحرام وظلم جدا على الامهات انها تبقى يعني شايفه دايما انها مقصره. اوعي تفكري كده. انتي كل فتره زي ما بقول لكم يا بنات ليها اولويات في حياتنا. اولويتك الطفل ده، انتي نفسيته وراحته وكل حاجه هي مسؤوليتك انت في الفتره دي. ما يعرفش حد غيرك، ومش عايز غيرك، انت مش عايز غير حضنك طول الوقت. هو متعلق بيكي، ما يعرفش حد غيرك في الدنيا. فما ينفعش اقول لا انا هسيبه يتفلق ويعيط عشان اقوم اخلص اللي ورايا. لا، ده اللي وراكي هو اللي يتفلق مهما كان انا ورايا ايه. في اولويه، مش مشكله ما تعمليش اكل، ابعتي هاتي اكل من بره، الدنيا مش هيحصل فيها حاجه يعني. لكن دايما خلي البيبي ده هو اولوياتك، وحاولي على قد ما تقدري زي ما قلت لك كده. من اكتر الحاجات اللي هتفرق معاكي والله بجد ان وانتي بتعملي اكله اعملي معاها اكله. مفيش حاجه اسمها تقفي تعملي اكل كل يوم، دي نهائي. ولو بقى في يوم اختك عندك، مامتك عندك، وده والله يا بنات اللي انا كنت بعمله. انا الحمد لله انا كنت من الناس المحظوظه جدا في حياتي، ان انا اصلا كنت فتره ما ولادي كلهم كانوا صغيرين انا كنت في الشقه اللي فوق مامتي اصلا يعني انا كانت شقتي فوق مامتي. فدي حاجه كانت مخلياني الحمد لله طول الوقت ولادي مع مامتي ومع اخواتي. فكان دايما اي حاجه ورايا بسيب الولاد لماما واخواتي وبطلع اعملها. فما كانش عندي فكرة ان انا متدربكة بالولاد لوحدي، او انا مش عارفة اتصرف او مش عارفة اعمل حاجة. لا بصراحة كانت ربنا يخليهم لي ويبارك لي في عمرهم يا رب. يعني كانت دايما
هي معايا وهي واخدة الولاد مني. برضو عايزة اقول لكم ان انا يعني وانا معايا هنا في الاول خالص كنت في شقة بعيد شوية عن ماما. فمش عايزة اقول لكم انا ما كنتش بشوف هنا اصلا اول ما ولدت، لان هنا كانت اول طفلة في العيلتين، يعني كانت اول حفيدة في العيلة دي وفي العيلة دي. فكانت على طول ممكن الاقي حماتي جاية تاخدها، ماما وهي راجعة من الشغل جاية تاخدها. فانا اصلا يعني مش فاكرة ان انا ربيت بنتي دي ولا شفتها، كانت متربية عندهم في البيت. هو ده اللي انت لازم تعمليه، هم لازم يفهموا ان انت يعني بتبقي محتاجه وراكي حاجات تعمليها. فمامتك بقى عندك في يوم معلش يا ماما طب خلي البيبي معاكي على ما اقوم اعمل حاجه، تكلمي اختك لو عندك اخت مثلا مش متجوزه ما تيجي تقعدي معايا كده شويه تشيلي البيبي عشان ورايا حاجه عايزه اعملها. هي مش هتمشي غير كده، انما عشان اقول لك ان انت هتبقي سوبر هيرو وهتشيلي الدنيا كلها على دماغك لوحدك فلا، بيبقى صعب. وبرضو ارجع اقول ربنا يكون في عون البنات المغتربات حبايب قلبي، والله انا عارفه ان دي بتبقى اصعب حاجه، لان بقى لا جنبك ماما ولا جنبك خالته ولا جنبك اختك ولا واحده صاحبتك ولا حاجه. فانا عارفه ان الموضوع بيبقى صعب جدا، بس حاولي هوني على نفسك وما تاخديش كل حاجه على اعصابك، واعرفي ان في اولويات، واوعي تحسي ان انت مقصره. حتى لو البيت متوسخ، حتى لو ما بتنضفيش، خليكي دايما عارفه ان انت بتعملي اهم حاجه من كل ده. اهم حاجه هي البيبي، اهم حاجه ان انا اخلي بالي منه، من صحته، من نفسيته، بس في الفتره دي اي حاجه تانية بعملها والله ده كتر خيري اصلا اني بقوم اعمل حاجه، لكن انا مش ملزمه في الفتره دي اصلا يعني. المهم يا حلوين، خلصت الأوضة بقى زي ما شفتوا كده، وقلت ايه بصوا انا في ايام كده بحس انها ايه عارفين ايام إيه انا ببقى برودكتيف فيها قوي، اللي هو يعني ايه بحس ان انا انجزت فيها حاجات كتير. يعني انا في اليوم ده معرفش كان مالي، هو ده على غير العادة، يعني اوعوا تتغروا، اوعوا تكونوا فاكرين ان انا كده، لا والله انا مش كده على طول. بس اليوم ده يعني انا كنت حابه ان انا اخلص الاوضه، وبعد ما خلصتها وهي حقيقي ما خدتش مني وقت، لان الحمد لله موضوع الروتين يا بنات اللي قلت لكم عليه ده، انا خلاصه الروتين بتاعي بقيت بخلي الاوضه عندي اسبوع فيه شغل تقيل، اسبوع ما فيهوش حاجه. ده خلاصه الكلام. يعني انا قسمت اوضه الاطفال على 5 اسابيع اللي هم الشهر كامل، كل اسبوع بعمل حاجه. اسبوع بيبقى بسيط يا دوب ترتيب بسيط كده، ولو هكنس الاوضه كنسه وهمسح بس اي مكان فيه تراب كده وخلاص بقماشه. الاسبوع التاني لو هغير ملايات، لو همسح مسحه، لو مثلا عندي مفارش هتتغير كده، هنضف شباك، يعني بيبقى فيه حاجات اتقل شويه. الاسبوع بقى اللي انتوا شفتوه ده اللي بيبقى عموما في اخر الشهر، اللي هو بيبقى اتقل حاجه بقى، اللي هو مثلا ممكن انضف ورا المرايه مثلا، ان انا لو في بقى شباك برضو هنضفه، لو هشيل بقى حاجات، لو عندي مخدات زي ما شفتوا كده هتتنضف. المهم ان ده بحاول دايما ايه انضف النجف بتاع الأوضة، اللي هو الحاجات عموما اللي أنا بسيبها اتقل الحاجات دي لاخر اسبوع خالص، عشان بحب دايما ابدا الشهر الجديد بنظافه كده، بيبقى البيت كله نظيف وكل حاجه فيه بتلمع يعني. فدايما بيبقى اتقل اسبوع عندي هو اخر اسبوع في الشهر، اللي بنجز فيه كل مهام البيت التقيله، اللي بيبقى فيه ممكن باب الشقه كمان بنظفه، السلم، كل النجف بتاع البيت باخده، بس طبعا كل يوم، يعني كل مكان في اليوم بتاعه، عشان انا مقسمه برضو البيت لاماكن. فانتوا بقى طبعا دلوقتي اكيد الناس الجديده معايا مش هتبقى فاهمه قوي انا بقول ايه، بس رجعوا بقى للفيديو بتاع الجدول التنظيف، وبجد انا متاكده والله يا بنات انه ان شاء الله هيفيدكم جدا يعني. فزي ما شفتوا كده بعد ما خلصت الأوضة بقى وظبطتها والحمد لله بقت زي الفل، وفي الوقت ده كانت المخدات بتاعتي في الشمس بتتشمس، والأكياس بتاعتها كنت خلصتها ونشرتها وكل حاجة زي الفل وتمام. جيت هنا بقى كان عندي شوية مواعين، دخلت غسلتهم بسرعة، وزي ما شفت في أول الفيديو كده قلت أعمل لهم بقى شوية رز بلبن. هو أنا عليا شوية رز بلبن يا لهوي، يا لا 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 انتوا مش متخيلين، لازم تجربوه. فأنا عايزاكم تاخدوا الروتين ده كوبي بقى وتقوموا تعملوه كلكم. يعني انا عايزاكي تتحفزي وتتحمسي كده من الفيديو ده، وتقومي تشوفي كل حاجه وراكي وتخلصيها. لو عندك اوضه الاطفال كده محتاجه تنظيفه، يلا يا شطوره
خلي ولادك بقى ينزلوا المدرسة، وقومي كده ادي البيت تنظيفة زي الفل، واعملوا لهم بقى حبة رز بلبن كمان حلوين، عشان يرجعوا من المدرسة كده يلاقوا البيت مليان خير ومليان حاجات حلوة. خصوصا انا بحب قوي فترة لو في امتحانات، لو في حاجات كده يعني الدراسة اكتر، بحب قوي اهتم ان يبقى في تفاصيل حاجات حلوة في البيت، بهتم بالاكل اكتر، لازم نخلي بالنا يعني. فبعمل بقى الرز بلبن ازاي حلوين، تعالوا اقول لكم. اول حاجة عملتها، انا جبت ايه كوبايه رز واحده بس، وبحط عليها كوبايتين ميه، بسيبهم بوطي عليهم وبسيب لما الرز يشرب الميه تماما، عشان انا عايزه الرز مستوي مستوي، بس مش مستوي اللي هو فيه سنه بيقرش كده، لا انا عايزاه مستوي تماما بس برضو مش معجن، يعني خلوا بالكم، انا عايزاه يبقى مستوي وحلو كده برضو مفرفر وجميل. فعلى بقى ما سبت الميه والرز بتوعي كده ياخدوا ويدوا مع بعضهم ويشرب الميه بتاعته براحته خالص، كنت انا غسلت المواعين معاكم زي ما انتم شايفين كده. وبرده ده اللي انا قلته لكم يا بنات، واحنا مش بنقول اي كلام، انا بطبق معاكم اهو. يعني ما اسيبش مثلا الرز على النار اهو يشرب الميه بتاعته واطلع امسك التليفون، لا. ورغم ان انا كنت مهدوده والله وطلع عيني في تنظيف الاوضه، بس قلت لا، على ما يخلص اكون انا كمان خلصت مواعيني، عشان ابقى عملت الحلو وكمان ما عنديش مواعين ولا اي حاجه متوسخه في المطبخ. دلوقتي انا سايبه الرز والميه مع بعض، وفي على العين التانية حطيت اللبن. اللبن بتاعي حطاه علشان يسخن. المهم يا بنات، حطيت هنا معلقتين لبن بودر ومعلقتين كريم شانتيه، وده طبعا اختياري، بس هو عايز اقول لكم بياخد الطعم في حتة تانية بجد، بيخليه خطير، تحفة بجد. فالكريم شانتيه اللي كان عندي كان خام، انت لو عندك كريم شانتيه عادي اللي هو دريم او اي حاجه مفيش مشكله عادي. هنا بقى السكر، يعني انتوا شايفين انا حاطه الرز في الحله التانية، وهنا انا حاطه اللبن، حطيت عليه السكر وبعدين هنزل عليه اللبن البودر والكريم شانتيه، وهقلب كله كويس جدا، وحطيت السكر كمان. هقلب كله مع بعض، وخلي بالكم يا بنات هي الفانيليا بتتحط اخر حاجه خالص، يعني هتصبري خلاص قبل ما تطفي تحطي الفانيليا. هنا زي ما انتم شايفين كده، بصوا الرز شرب الميه ولا معجن ولا اي حاجه، هو مستوي وزي الفل وروعه وخطير قدامكم اهو. وعايزه اقول لكم ان بصوا كوبايه رز فرطت معانا كميه قد ايه، ما شاء الله بجد. انا عايزه اقول لكم ان كل اللي انتوا بتعملوه، كل الكميه دي بتمن طبق رز بلبن اللي انتوا بتجيبوه من بره يعني. والله يا بنات خطير وموفر، وطريقته ولا اسهل لو انت هتعمليه لولادك في البيت. لو ممكن تزودي عليه كوبايه كمان وتعمليه اطعام، والله يا بنات بيبقى خطير وحاجه حلوه، وقد ايه الناس بتفرح بيها وانت نازله كده. عارفة عمال النظافة اللي بيبقوا في الشارع، لو انت في يوم مروحة فوتي على اي حد بيبيع اللي هي الحاجات البلاستيك، العلب البلاستيك الصغيرة دي، وهاتيها واعملي انت عارفة كوبايتين رز لو هتحطيهم جنبك وانت بتعملي الغدا، اتفرجوا على حلاوة طعمه وفرحة الناس بقى اللي هتدعيلكوا كده في الشارع وانتوا بتحلوا بقهم بقى. عدي كده على الناس اللي بتقعد تبيع الخضار كده في الشارع، الناس اللي هم العمال اللي بيبقوا في الشارع بيشتغلوا، عمال النظافة، ودي لكل واحد علبة كده. انتوا مش متخيلين حاجة بسيطة وبتفرحهم بجد قد ايه. فبصوا، جبت بقى هنا الاطباق، انا كده خلصت. بصوا يا بنات، اهم حاجه اوعي اوعي تخلي الرز بلبن ماسك، اللي هو ما فيهوش سائل، ما فيهوش لبن، اوعي تعملي كده بجد، بيبقى وحش جدا. كل ما سبتي فيه، بصوا انا عماله بقلب عشان لازم تاخدي من الاتنين، يعني كل مره هتلاقوني بقلب باخد، لاني ببقى عايزه اخد في كل طبق رز ولبن الاتنين. وعايزه اقول لكم كمان يا بنات، لو انت عندك بقى كمان معلقتين قشطه او وش لبن كده زوديهم. لو انت حابه تضيفي اي اضافات، يعني دي بقى حاجه ترجع لك انت، الاضافات دي براحتك خالص. وشوفوا كوبايه لبن عملت 11 طبق بجد، وما شاء الله يعني اطباق كبيره ومليانه مش اي كلام يعني. تحسوا ان البيت مليان خير وبركه، ده غير الريحه بقى، ده الريحه بتبقى قلبه البيت بجد يعني. ومفيش تسلم ايدك يا صرصورة ولا ايه، ينفع كده؟ ينفع كده بجد؟ يعني إيه الحلاوة بالجمال ده كله ومفيش تسلم ايدك يا سارة؟ عايزة اقول لك والله يا بنات شوية بقى ووشه كرمش كده، عارفين يعني، لا لا فظيع، جربوه وهتدعوا لي وانا متأكدة. وتعالوا اتفرجوا بقى على الحلاوة. شوفوا لي يا بنات الجمال والحلاوة، شايفين بجد كيس المخدة بقى عامل ازاي؟ هل هو ده كيس المخدة اللي كان في اول الفيديو؟ لا، انا اشتريت واحد تاني وبضحك عليكم.
شفتوا بقى؟ لا هو طبعا يعني بجد تحفة. عايزة اقول لكم ان انا كمان الريحة، انا مش عايزة اقول لكم الريحة عاملة ازاي بجد. كانت ريحتهم قلب الدنيا. وادي الفتحة اهو اللي انا كنت عاملاها معاكم. هبدأ بقى ان انا ادخل الحاجة، وعايزة اقول لكم ان انا يعني سايبه لكم الفيديو بصوا بكل التفاصيل عشان ما تبقوش فاكرين الموضوع صعب. الموضوع مش صعب خالص يا جماعه. هو اصلا الفكره ان الفايبر ده بيتضغط. انت الفكره ان انت كل ما تضغطي بس ترجعي تفردي جوه المخده تاني علشان المخده ما تكلكعش منك. وحاولي ان انت تفرديه كويس ان شاء الله. حتى لو بعد ما يعني بعد ما تدخلي كل الفايبر جوه المخده، لو انت حاساه انه لا يعني مش حاساه مظبوط قوي، لو حاساه مكلكع او حاجه، انت ممكن تقفي تمشي عليه يعني والله بجد، بس تبقى رجلك نظيفه يعني. اقفي كده امشي عليه هتلاقيه بيتفرد معاكي. بس انا ما شاء الله هو اصلا لا كلكع ولا عامل اي حاجه. بصوا انا بعمل ايه، بحاول اتاكد ان الفايبر خلاص دخل، بالذات في الاجزاء اللي في الاطراف دي لازم تتاكدي ان هو دخل تمام يعني. بس وبفضل بقى اشد يعني اشد الكيس وادخل الفايبر كده. الموضوع مش صعب خالص يا بنات، بس هو التصوير بالنسبه لي اللي صعب. وان انا بقى ايه، عارفين لازم ابين التفاصيل كلها. فحاولت على قد ما اقدر كده. شوفوا لي بقى، شوفوا لي الحلاوه بجد. بصوا كيس المخده بقى عامل ازاي، مش مصدقه بجد والله العظيم. بصوا بقى، محدش يتريق على خياطتي لو سمحتوا بعد اذنكم. محدش يتريق على خياطتي عشان انا على قدي في الخياطه، بس مش مشكله ولا يفرق لي. المهم ان انا يعني فخوره بنفسي جدا ومبسوطه بالانجاز اللي انا عملته جدا 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 يعني. فهنا جبت الخيط، ما كانش عندي صحيح خيط ابيض، بس هل ده هيمنعني ان انا اكمل؟ ابدا ابدا. كنت لازم اوريكم كل حاجه. ومفيش حاجه عملتها اوف كاميرا كده. انا وريتكم كله حتى وانا بخيط، عشان الناس اللي هتقولي طب انا ما بعرفش اخيط، اهو هيبقى يعني في حاجه في الدنيا اعفن من اللي انتوا شايفينه ده؟ مفيش طبعا، استحاله يعني. اهو شايفين الخياطه البشعه. اسمع بقى واحده تقولي اصل انا ما بعرفش اخيط. استحاله استحاله، اكيد انا معديه الليفل يعني. فعلى قد ما تقدري. انا بس كمان عايزه اقول لكم ما حبيتش ان انا اخيطها قوي قوي، اللي هو اتبت فيها قوي، لا، علشان لما اجي افكها بعد كده ما تطلعش عيني وانا بفكها. عايزه اقول لكم ان الفتله دي مجرد ان انتوا بتقطعوا اولها من قدام وتشدوها كده، كل ده هيتفتح مع بعضه كده مره واحده. فخيطي بذكاء يا حبيبه قلبي يعني. خليكي وانتي كمان بتخيطي ذكيه عشان لما تيجي بعد كده تحتاجي المخده تبقى معاكي سهله على طول. وقولوا لي بقى رأيكم في طبعا الطريقة اللي أنا عملتها. في ناس يعني ممكن تشوف إن ده إن أنا غلبت نفسي أو غلبة أو كده، بس والله العظيم يا بنات بالعكس، الموضوع سهل جدا وما أخدش مني وقت. وطبعا انتوا لو عندكم طريقة تانية بتعملوها طبعا يا ريت كلنا نفيد بعض في الكومنتات يعني. قولوا لي لو في طريقة أحسن بتعملوها، حاجة أسهل ممكن أعملها. بس أنا بالنسبة لي الحمد لله الموضوع ما كانش صعب أصلا. وأنا النتيجة بالنسبة لي مش مرضية، مبهرة مبهرة بجد يعني. يعني أنا لو هعمل الحركة دي مرة كل 6 شهور مثلا، أصلا يعني المخدات خلوا بالكم بنات ما بتتغسلش كل يوم. فلو هتغسليها مرة في دخلة الصيف ومرة في دخلة الشتاء مثلا، زي الفل بالنسبة لي. حلو جدا. انتوا برضو يا بنات فيدوني، انتوا بتعملوا ايه، بتنظفوها ازاي، ليكوا طريقة افضل او احسن من كده بتعملوها يعني؟ عرفوني. وطبعا مش بما اني طبعا يعني ما قلتلكوش في اول الفيديو تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة فتنسوا، لا طبعا. لو سمحتوا بقى، لو وصلتي لحد هنا فاعملي لي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان يوصلك دايما اشعار بالفيديو اول ما انزله. وكمان ما تنسيش تسيبي لي كومنت زي القمر زي كده، عشان يا بنات بجد كومنتاتكم دي بتفرحني وبتفرح قلبي جدا. وهنا خلاص كنت خلصت وانجزت المهمة، ولا الخياطة باينة ولا في اي حاجة باينة. عشان كده بقول لكم دايما تخيطوا من جوه، بلاش تخيطوا من الطرف من بره. واستنوني في فيديو جديد، ومع السلامة يا امارات.